بنبدأ الحلقة وبتقول فيفيان لصديقتها: أنا وجدت الصور بتاعك. بتسمع صوت حد بالخارج بيخبط عليها. يا أختي يا جميلة، أرجوك اصنعي ليا معروف. المرحاض بتاعي مكسور، يا ريت تدخليني المرحاض بتاعك. الراجل ده مرة تانية: أنا عارف إن انتي بالداخل. بعد كده بيبدأ إن هو يخبط عليها بطريقة مخيفة جدا لدرجة ممكن تكسر الباب. مرحبا، لو سمحت أنا عايزة أقدم بلاغ إلى الشرطة. انتي مالك شاحبة اليوم كده ليه؟ انتي شكلك ما نمتيش كويس الليلة الماضية. أيوة فعلا. وبتبدأ إن هي تحكي لها اللي حصل الليلة الماضية لما الشرطة جت وقبضت، وبتفهم إن المساكن الجامعية دي مش آمنة تماما ولازم تغير مسكنها. أنا لازم أعثر على شقة قريبة في خلال الأيام القادمة. وبعد كده بتيجي زميلتها بتقترح عليها شقة في مسكن قريب من العمل وآمن جدا. بعد كده بتمسك الموبايل وبتلاقي إن سان غيان أرسل رسالة جماعية في الجروب بتاع المدرسة اللي من سنوات. بتقول في نفسها: مر سنوات وما اتكلمتش معاه عبر الدردشة. أنا دلوقتي هرسل رسالة مباركة بمناسبة العام الجديد. بتلاقي حد من الخلف بيقول: هي الطفلة دي من المدرسة هتخلينا منتظرينها كده كتير أمام الحمام ولا إيه؟ بتتصدم لما بتلاقي سان غيان خلفها. إيه ده؟ هو إيه اللي جابه هنا؟ بتلاقي البنت اللي معاه بتقوله: في ناس كتير هنا الليلة. هو أنا هقضي بعض الوقت مع والدك، خليك هنا وما تتبعنيش. طب انتي ليه طلبتي مني إن أنا أعتني بأطفالك؟ أنا مش هجادل معاك عن السبب. بالمناسبة، لازم تتكلم مع أختك عشان كانت في ضغط كبير بسبب امتحان القبول بالجامعة. بعد كده بيفتح الموبايل عشان يراسل أخته. بيلاقي رسالة لفيفيان بعتها. بتقول له البنت اللي معاه: هو في شيء غلط ولا إيه؟ بيقرر إن هو يرد عليها برد يخليها تلف حوالين نفسها. إيه ده؟ علامة استفهام. ودي معناها إيه بالظبط؟ بتبعت تقوله: أنت عارف بالظبط أنا مين، ولو مش عايز ترد مفيش مشكلة. بيبدأوا إن هما يراسلوا بعض. بتكون شايفة أمامها ومش مستغربة وبتقول: هو معقول فعلا يكون نسيني؟ ايه ده؟ معقول مفيش مناشف ورقية؟ اتفضلي خدي دي. شكرا جدا ليكي يا اختي. لا شكر على واجب. اخي انا جيت. بقولك ايه، اعتقد ان انا شفت دلوقتي وجه مألوف. بعد كده بينظر ناحية الحمام لكنه مش بيلاقي اي حد. بعد كده بتمشي في الشارع وبيكون في ازدحام كبير جدا، وبيكون في تدافع من الناس. لكن بيظهر شخص وبيقوم بالامساك بيها، او بمعنى اصح هي بتقع في حضنه. انا اسفة جدا، ما كانش قصدي. وبيطلع سان. طبعا الاتنين بيكونوا مش متوقعين. بيقعدوا ينظروا لبعض. طبعا هو بيكون عارفها بس عامل نفسه مش عارفها. بعد كده بتسيبه وهو بيقول لها: خلاص مفيش مشكلة. بيعمل نفسه بيتكلم في التليفون وبيقول: عام جديد سعيد. اه انا في طريقي الى المنزل دلوقتي. الحمد لله ان انا برتدي قناع عشان ما يعرفش انا مين. بعد ما بيمشي بيقعد ينظر ليها من الخلف لان طبعا هو بيعرف ان هي بتكون فيفيان. بيكون الطرف التاني عمال يكلمه وهو مش سامع أي حاجة، هو بس مركز معاها هي. تعالي كمان انظري إلى غرفة النوم دي. تكلفة المنزل شهريا 2000 دولار، وهشارك معاكي في المية والكهرباء. التكلفة غالية جدا، بس المنزل في حالة جيدة. مفيش أي مشكلة. خدي وقتك وفكري وبعد كده قرري هتعملي ايه. ما تقلقيش يا فيفيان، حبيبي أحضر أصدقائه معاه عشان كده انتي مش هتحسي بالإحراج وانتي معانا. يلا يا حبيبتي، اتأخرتي كده ليه؟ ايه ده؟ فيفيان؟ سوهوان؟ مش معقول. بتروح تفتح باب العربية عشان تجلس، لكن المفاجأة إن هي بتلاقي بالداخل سان غيان وبيكون نايم. بتكون في قمة إحراجها. يا سان غيان استيقظ. بيفتح عينه وبيلاقيها قدامه فبيتصدم جدا. حبيبي انتوا تعرفوا بعض ولا ايه؟ أيوة، كنا مع بعض من المدرسة الثانوية. فيفيان، أعتقد إن انتي غيرتي مدرستك في السنة التانية من الثانوية. صحيح، انت أخبرتني من الموضوع ده. مش صديق اللي كان بيطارد فيفيان في الثانوية ومنجحش؟ أيوة صح. بتبص عليه كأنه مش بيبدي أي ردة فعل. سهوان، انت أكيد فاهم الموضوع غلط، مش ده طبعا اللي حصل. لا طبعا مستحيل. مش كده ولا ايه يا سان غيان؟ هو انت ليه صامت بالشكل ده؟ على أي حال مر 7 أو 8 سنوات على الموضوع ده، فأنا أعتقد إن هي كانت مجرد قصة مش أكتر. بعدها بكام يوم بيشوفها وبيقول لها: هو انت ليه كنتي بتنظري ليا طول الوقت؟ طبعا بتحس بالإحراج لأنه كان واخد باله منها. ده بس عشان الجماعة كان بيتكلم عنك مش أكتر. على أي حال، أنا عندي أشياء أفعلها وهغادر دلوقتي. استني هنا يا آنسة. تعرفي سوها وان ركن سيارته فين بالظبط؟ تعالي وريني الطريق عشان أنا شكلي تهت. بتذهب معاه وبتوريله الطريق. بعد كده بيقول لها: يلا إلى اللقاء.
بعد كده بتقدم لطلب سيارة أجرة، لكنها مش بتلاقي أي سيارات أجرة في المنطقة قريبة. ممكن توصلني بس شوية عشان الطريق بعيد شوية عن هنا؟ انتي بتعيشي فين؟ في مدينة جوان. بس دي مش في طريقي. بتقول في نفسها: ايه ده، هو قليل الذوق كده ليه؟ انا مش بقولك وصلني المنزل، انا عايزاك بس توديني اقرب محطة مترو. بينظر ليها بتفكير: انا اسفة عشان بزعجك. يلا ساعدي السيارة. بعد كده بتختلس النظرات ليه وهو بيكون نظراته ثابتة على الطريق. بتفتكر اللي حصل زمان. انتم الاتنين تأخرتم باليوم الأول، ودلوقتي لازم تجتازوا الاختبار ده. فيفيان تم قبولها في المدرسة هنا عشان طالبة بترقص بطريقة جيدة، لكن انت تم قبولك بالمدرسة هنا ليه؟ بس أنا حصلت على درجات كاملة في الرياضة والكيمياء والفيزياء. بعد كده بتلاقي إن هو بيبص: انت بتنظر على ايه؟ ما تنظرش إلى أوراقي، ركز بس في أوراقك وشوف ايه الأخطاء اللي عندك. أخطاء؟ أنا ما عنديش أي أخطاء. أنا ملاحظ إن إجاباتنا زي بعض. ايه رأيك نقدم في نفس الجامعة مع بعض؟ ايه رأيك يا فيفيان؟ أعتقد إن انت تجاوزت المحطة، وفي محطة مترو تانية بعدها قريبة، نزلني عندها. هو أنا السواق بتاعك ولا ايه؟ طيب انت هتنزلني فين؟ هنزلك عند منزلك. شكرا جدا، والمرة القادمة هقدم ليك وجبة عشاء لما تكون متفرغ. هو انت من دلوقتي بتفكري تشوفيني مرة تانية ولا ايه؟ بتقول في نفسها: هو أساء الفهم ولا ايه بسبب اللي حدث في البار؟ أنا آسفة في شأن اللي حدث في البار، بس صدقني ما كانش مقصود. يعني انت قصدك ان كلامك ما كانش له أي معنى. مش عارفة ترد عليه تقول له ايه، فبتقول له: أتمنى توصل لمنزلك بسلام. بيقعد ينظر ليها لحد ما تدخل المنزل. واو، الأخت الجميلة عادت. هي دي البنت اللي اتصلت بالشرطة. ازيك يا جميلة؟ تحب تشوفي ازاي بيكون التحرش؟ بعد كده بتقوم بالهرب منهم. استني هنا، انتي فاكرة نفسك رايحة فين؟ احنا مش عايزين نأذيكي، احنا بس عايزين نتكلم معاكي بهدوء. بعد كده بيشوفها وهي خارجة تجري من المنزل وفي رجال بيطاردوها. فيفيان، تعالي هنا. بتجري تتحمى فيه وتقف خلفه، وهو بيكون مستعد عشان يهاجمهم. ادخلي انتي السيارة وخليكي متخرجيش. مم. شاب وسيم. بس تعرف ان صديقتك جميلة جدا. بس ده مش من شأنك، ومن الأفضل لكم إن انتم تغادروا من هنا. هو انت ليه مش متقبل الحقيقة إن هي فعلا جميلة؟ بعد وقت من المشاجرة بيكون مجروح. بتقوله فيفيان: خليني أساعدك. آه، واضح إن انتي بتستغليني. ما تقلقش، مش هستغلك ولا هعمل حاجة تضايقك. بيكون عمال ينظر ليها بكل حب، وكأنه هو اللي بيستغلها عشان ينظر ليها. هو انتي ما تقدريش تكون لطيفة أكتر من كده؟ بتقول في نفسها: أنا لسه حتى ما لمستش الجرح. تمام، أسفة، هحاول أكون لطيفة. بعد كده بتقرب منه عشان تداوي جرحه، لكن واضح إن هو مش بيقدر يتمالك نفسه. ضعي بس الدواء. لازم يعني تقربي للدرجة دي عشان تضعي الدواء ليا؟ أنا أسفة، أنا بس مش بشوف كويس في الليل. مين الناس دي؟ ده جاري ودايما بيضايقني بسبب إن أنا اتصلت بالشرطة. أعتقد إن هو جاب صحابه وكانوا عايزين يفعلوا شيء سيء. هو انت ازاي لسه بتعيشي في المكان القذر ده؟ أنا استأجرت منزل تاني، بس ما كانش عندي وقت إن أنا أنتقل فيه. تعالي معايا، هنذهب دلوقتي إلى منزلك عشان نحضر أشيائك، وما ترجعيش المكان القذر ده مرة تانية. بتقول في نفسها: هو بيخطط إن هو يحزم أغراضي معايا ولا إيه؟ تمام، شكرا ليك. بس كده، اتركها عند المدخل، وأوعدك المرة القادمة هحضر ليك وجبة عشاء. مفيش مشكلة، حتى لو كان شخص غريب أنا كنت ساعدته برضه. ما عدا إن أنت لطيف مع كل الناس إنك بتعمل الشيء ده كل يوم. بس تعرف، حتى لو وجهك مشوه مش هيأثر على جاذبيتك تماما. لو احتجت أي مساعدة في أي شيء لازم تتصل بيا. تمام، لو احتجت بقى. يلا، إلى اللقاء. بعد كده بيركب العربية وبيطمن إن هي دخلت المنزل بسلام. صباح الخير فيفيان. صباح الخير يا لين. فيفيان، هو انتي استيقظتي في نصف الليل ولا ايه؟ لا. ايه ده، يعني انا كنت بحلم؟ انا سمعت صوت ضوضاء بعد الساعة 3 الفجر. بتقول في نفسها: هو انا كنت بمشي خلال الليل وانا نايمة؟ معقول يكون. انا بس كنت عايزة اقولك ان ابن عمي جاب لي وظيفة وبعيدة عن هنا. يعني انتي هتنتقلي؟ للأسف هنتقل. انا اسفة، صدقيني ما كنتش اقصد، وانا هلاقي شريك ليكي في المنزل هنا قبل ما امشي. تمام، مفيش مشكلة، انا متفهمة. بعد كده بتلاقي سان غيام بعت لها رسالة بيقول لها ان هي نسيت مفاتيحها معاه. بتقول في نفسها: ايه ده، انا ازاي نسيت مفاتيحي؟ بعد كده بتبعت تقوله:
أنا آسفة إن أنا بزعجك مرة تانية. هاجي إمتى وأحصل عليهم؟ قولي على أي ميعاد يناسبك. بيبعت يقول لها تعالي الليلة. تمام، هاجي الحانة أو أي مكان قريب من منزلك عشان مزعجكش. بيبعت لها رسالة صوتية وبيقول لها تيجي منزلي. إيه النمرة الغريبة دي؟ وكأنه عنده دوافع خفية. بعد كده بيصلح اللي هو عمله بيقول لها طيب خلاص أنا هنتظرك أمام باب الحانة. بينظر إلى مفاتيحها وكأنه قاصد إن هو ياخدهم منها عشان يتقابلوا. فيفيان، هو انتي بتراسلي سان ينغ؟ ايه؟ اه. ايه ده؟ هو انتم بقيتم أصدقاء؟ لا، أنا صادف بس وشفته ليلة أمس عشان كده وصلني المنزل. معقول يا فيفيان؟ بس اللي أعرفه إنك مكنتيش متمسكة بيه أبدا في الماضي، ودلوقتي أنا شايفة عكس كده. وهي بتقعد تفكر في كلامها. خدتي وقت طويل عشان توصلي هنا. أنا آسفة إن أنا بزعجك. لما يكون عندك وقت هدعوك عشان تتناول وجبة. انتي قلتيلي كده كتير. شكلك مش هتتوقفي إلا إذا وافقت. دي كده